لعبه زي دي لازم الفار يتدخل فيها، لان لعبه ممكن لعيب نادي الزمالك ياخد طرد. واللعبه زي دي حصلت كتير قوي في الدوري عندنا في الدوري المصري، ولعيبه اتطردت بنفس الطريقه وبنفس التهور اللي احنا شايفينه دوت. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا تلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا لمسه يد على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره جايه في اليد زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا اليد مش في الوضع الطبيعي، مكبره حجم الجسم، وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها هنا فاول على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطالما في استخدام اليد يعني في تعمد، كان لازم الحكم هنا يديله انذار، لان اللاعب هنا بيشد لعيب نادي الزمالك، واي لعبه فيها استخدام باليد وفيها تعمد لازم يبقى معاه انذار. هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها هنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب طبعا ما بيلعبش على الكوره، بص على قدم لعيب نادي الزمالك، قدم مرتفعه في المستوى دوت. هنا الحكم حسب المخالفه بس كان لازم يديله انذار زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا طبعا في تهور، لكن الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام في ظهر لعيب بيراميدز، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها هنا الحكم حسب فاول لصالح نادي الزمالك. نشوف بقى اللعبه ديت، اللعبه دي مهمه جدا. بص على قدم لعيب نادي الزمالك، هتلاقي القدم دايس برجليه على قدم لعيب بيراميدز زي ما احنا شايفين مع بعض. الطبيعي ان لعبه زي ديت الحكم يحسب فاول على لعيب الزمالك وكمان يديله انذار. هنا لعبه زي دي خطر وفيها تهور، كان ممكن يديله انذار في لعبه زي دي، لكن الاغرب بقى ان انت تحسب فاول لصالح لعيب الزمالك. طبعا لقطه غريبه جدا، وهنا قرار الحكم قرار خطا 100%. نروح للحاله اللي بعديها وهنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك وقع لوحده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هتلاقي لعيب بيراميدز خبط بركبته في دماغ لعيب نادي الزمالك زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا الحكم ما حسبش اي حاجه، وبرده قرار الحكم قرار غريب جدا، لان هنا لما تبص على بدايه اللعبه هتلاقي لعيب الزمالك وقع على الارض، ولعيب بيراميدز اللي هو خبط فيه بعيد تماما، يعني كان عنده فرصه ان هو يتفادى اللعب اللي على الارض. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا. هنا فاول على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي لاعب بيراميدز عامل التحام بالقدم مع لعيب نادي الزمالك، لكن هنا دايس برجليه على قدم لعيب نادي الزمالك، وهنا الحكم اداله انذار. دي زي اللعبه اللي انا كنت شارحها قبليها بالظبط، لكن هنا الحكم اتصرف صح وحسب فاول وادى لعيب بيراميدز انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم، لكن انا عايز اقول حاجه بس بعيد عن الحالات التحكيميه. انا ما اعرفش المخرج وهو بيعيد الحاله ليه بيجيب القدم بس، ليه ما بيجيبش اللعبه كامله ويشوف برضه هل في التحام باليد ولا لا. طبعا التصوير عندنا سيء جدا. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في وش لعيب بيراميدز، وطبعا هنا الفاول موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب بيراميدز بيستخدم اليد مع لعيب نادي الزمالك، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا كره زي دي فيها تهور. هنا الحكم حسب فاول واداله انذار، طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا لمسه يد على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره جايه في يد لعيب بيراميدز. طبعا هنا اليد برده مكبره حجم الجسم، لكن مفيش تعمد. طالما مفيش تعمد يبقى ما ينفعش يديله انذار. هنا طبعا قرار الحكم قرار سليم ان هو ما ادالوش انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا برضو تدخل بقوه من لعيب نادي بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب دايس برجليه على وش رجل لعيب نادي الزمالك. برضو اللعبه دي فيها تهور من لعيب بيراميدز، وهنا الحكم اداله انذار. طبعا قرار الحكم
قرار سليم. لكن ده برضه يفكرنا ان كان في لعبه نادي الزمالك الحكم حسب فاول لصالح نادي الزمالك، مع ان طبعا كانت بنفس الطريقه ديت، وهنا كان قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم وفي تهور في اللعبه ديت، واللاعب هنا كان لازم ياخد انذار، لكن هنا الحكم ما ادالوش انذار. وعلى فكره لعيب بيراميدز اللي عمل الالتحام دوت كان عنده انذار قبل كده، يعني ده كان هيبقى الانذار الثاني وكان الحكم هيديله طرد، لكن هنا طبعا الحكم ما ادالوش انذار في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وفي استخدام باليد. هنا كان لازم الحكم يديله انذار، لان هنا على خط ال 18 لعيب نادي بيراميدز كان هيبقى داخل خط ال 18 وكان ممكن يبقى هجمه خطره، لكن الحكم هنا حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا تدخل بقوه من لعيب نادي بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام، وطبعا هنا الالتحام موجود والحكم اداله انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لعيب نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد وفي التحام بالقدم، طبعا هنا الفاول سليم والالتحام موجود. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك داخل بتهور مع لعيب بيراميدز زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي دي كان لازم بقى هنا الفار يتدخل، حتى لو اللعبه ما تستاهلش طرد برضه كان لازم الفار يتدخل ويجيب الحكم. هل اللعبه دي تستاهل طرد ولا لا؟ الحكم هو اللي يقرر مش حكم الفار. لعبه زي دي فيها تهور، هنا اللاعب داخل بقوه على قدم لعيب بيراميدز، وطبعا الحكم هنا حسب المخالفه واداله انذار، لكن كان لازم حكم الفار يجيبه ويقول له تعالى بص على اللعبه وشوفها من كذا زاويه زي ما احنا ما جايبينها مع بعض كده من كذا زاويه. لعبه زي دي لازم الفار يتدخل فيها، لان لعبه ممكن لعيب نادي الزمالك ياخد طرد، واللعبه زي دي حصلت كتير قوي في الدوري عندنا في الدوري المصري، ولعيبه اتطردت بنفس الطريقه وبنفس التهور اللي احنا شايفينه دوت. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول لصالح نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد في ظهر لعيب الزمالك، وطبعا هنا المخالفه موجوده وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول لصالح بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي برضه في تدخل بقوه مع لعيب بيراميدز زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا الاتحام موجود وقرار الحكم قرار سليم. نروح بقى لتقييم الحكم. هنا طبعا اللقطه ديت فيها تقييم للحكم 5/10، وحكم الفار طبعا كان لازم يتدخل في اللعبه ديت. هنا ندي تقييم لحكم الفار 0/10، لان اللقطه زي دي لقطه خطر جدا، في تدخل بقوه زي ما شرحناها مع بعض من لعيب نادي الزمالك. كان لازم هنا حكم الفار يتدخل في اللعبه زي ديت. علشان كده طبعا طالما حكم الفار ما اتدخلش في لعبه مهمه زي اللي احنا جايبينها ديت، يبقى يعتبر ما كانش فيه فار، يبقى نديله 0/10.